اهلا بيكم. في مديرين كتير ورؤساء كتير بيبقوا فاهمين الديليجيشن غلط، بيبقوا فاكرين ان هم عاملين ديليجيشن صح بس هم عاملينه غلط. الديليجيشن معناها انك انت تشيل التيم بتاعك او اللي تحت منك المسؤوليه كامله، بس لازم تديله الصلاحيه والسلطه اللي هو يقدر ينفذ بيها شغله المطلوب. يعني ما تجيش من وراه وهو في مشكله، فما تجيش من وراه وتمد ايدك وتلحقه، ويبقى هو كده هيتعلم ازاي؟ لما انت تمد ايدك وتلحقه وتحل وراه او تحل من وراه، يبقى هو هيتعلم ازاي وهيتعلم ليه؟ وهنا بقى مش هيشيل المسؤوليه ولا هيخلص الشغل المطلوب منه. ليه؟ لانه عارف انك انت هتيجي في وقت معين وهتمد ايدك تلحقه. يبقى حضرتك لما بتشيل المسؤوليه كامله، حضرتك هنا بتفيده مش بتضره. يبقى لازم نبقى عارفين الديليجيشن صح، بس ندي الصلاحيه كامله للتيم بتاعنا ان هو يستعملها ازاي ويعرف يكمل شغله بيها. وديت كانت نصيحه النهارده، وشكرا ليكم.